العربية ايضا، وهي محاولة اخيرة للتعاون من اجل انقاذ هذا العراق، من اجل انقاذ العراق من افكاك الفساد التي قضمت خيراته بلا رادع. لذا على الجهات المختصة العمل على ملاحقة الفاسدين بدون استثناء، هم كلهم شرع، بدون استثناء، بدون استثناء احد على الاطلاق، واحالتهم الى قضاء عراقي نزيه لاسترجاع الاموال المنهوبة والحقوق المسروقة، ونعيد قوت الشعب للشعب. فلا معنى ان يطرد الفاسد بلا عقاب، فلا بد ان تعود الحقوق لصاحب الحق. ومن هنا اقول ان كان رئيس الوزراء جادا، ان كان رئيس الوزراء جادا بالاصلاح، فعليه تقديم بعض الامور ولو على نحو اثبات حسن النية من خلال ما يلي: اولا توزيع بعض الاراضي التي نهبتها الايادي الحكومية الفاسدة، وكما وعد هو في وقت سابق بتوزيعها على مستحقيها وبنظام وشروط وقيود. ثانيا السعي الحثيث لجعل الكهرباء مجانية لأصحاب الدخل المحدود أو بأجور رمزية لا تحمل كاهل المواطن، لا تحمل كاهل المواطن أكثر من قدرته، وعدم القيام بإرهاق المواطن بدفع أموال من هنا وهناك لإنهاء الأزمة المالية، محتجين بإنهاء الأزمة المالية. كلا، فإن المعني الوحيد في الأزمة المالية هو المسؤول الفاسد، وإرجاع الأموال المسروقة للمواطن الذي أعيته البلاءات الأمنية والمالية. ثالثا إن أكثر المسؤولين صاروا متخمين بالرواتب والنثريات مضافة إلى الأموال المسروقة، فإن المأمول أن تصل هذه الأموال والنثريات بكل عدل وإنصاف إلى الفقراء والمحتاجين. ومن هنا أطالب بدفع نصف الراتب والنثريات بنصف راتب المسؤولين الكبار والرئاسات الثلاثة ونوابهم ولمدة عام كامل إلى الفقراء والمحتاجين وإلى عوائل الشهداء والمجاهدين في سوح القتال. اخوتي الاحبة، واخيرا اتمنى من رئيس الحكومة ان يكمل مشروعه الاصلاحي هذا ولا يخشى في ذلك ضغوطا سياسية، فإن الله مع المصلحين والشعب معه، والله ولي التوفيق. وشكرا لكم، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذه الوقفة المشرفة، وشكرا لكم مرة أخرى.